الشخص الحساس يلي غالبا هم الأشخاص الأقوياء. اليوم أنا جاي أحكي عن الحساسية وكيف عم حاول أتعلم شوفها كقوة، لأنه الحساسية إذا ما تعلمنا كيف نستعملها كقوة رح تتعبنا. جاي معكم ملكة الحساسية. تمام. أنا شخصية كتير حساسة، وأحيانا بل أغلب الوقت هالشي بحسه بيتعبني، بس بنفس الوقت بحبه. يعني ما بعرف كيف شخص شي بحبه بس بيتعبني لأني ما عم بعرف لسه أتعلم كيف أتعامل مع الحساسية اللي عندي وكيف أستخدمها. ولكن عادي، كلياتنا عم نتعلم، ما في شي غلط. بحبه لأني بصراحة رح أحكي لكم هاي الشغلة بقى من القلب، إنه بحب فكرة إني أنا بحس بالآخرين كتير. ممكن هذا الشي ما كتير ببين عليه، بس أنا عن جد ممكن نكون قاعدين بقعدة وأنا حاسة بهذا الشخص شو حاسس هلأ، أو مثلا هذا الشخص قال شغلة فأنا بتطلع على جوانب أخرى. يعني أنا بتطلع على إنه إيه، أنا فهمانة هذا الشخص كتير منيح، هذا الشي اللي عايشه وكذا. المهم، فهذا الشي بيأثر علي. يعني شوفوا، أنا بحب لأنه هذا الشي بيخليني أكون مقربة من الشخص. يعني دايما كتير ناس بتحب تجي تفضفض لي وتحكي معي. ليش؟ لأنه بيعرفوا إن أنا رح أفهمهم، أنا حاسة فيهم، حتى لو هذا الشي اللي هني عاشوه ما عشته أنا، ولكن إحساسي بيوصل له إحساسهم. يعني فهمتوا كيف؟ على قد ما هالشغلة حلوة، على قد ما إنه انت طول ما انت عم تحس بالاخرين كتير، ممكن انا اوقات بحس هالشي بيضغطني شوي، لانه انا ما بقدر اشوف حدا عم ينظلم، او مثلا ما فيني اشوف حدا عم يتعرض لشي معين او زعلان من شي وما ساعده، او ما مثلا حتى لو ما قدمت له اي شي او ما ساعدته، عن جد بشيل همه، عن جد بيضل ببالي، وبضل اقول انه يا الله لو كذا، يا الله لو كذا، لو يعمل هيك، لو يسوي هيك. يعني حرفيا تشغلوا بالي انتو. بس الحمد لله هاي القلوب اللي بتحس هي قلوب طيبة. وفي شغلة يعني انقالت بالإسلام عن هاي الموضوع، إنه اللي قلبه كتير طيب هيك وكذا. إنه أنا عن جد ماني متذكرة شو هي، ماني متذكرة شو كنت أقول، بس يعني هي شغلة كتير حلوة عنينا إحنا الحساسين. وفي فرق على فكرة بين القمص والحساسية. يعني في ناس بتنقمص، قمص اللي هو بتزعل على أي شيء، أو مثلا ممكن تلاقوهم من أي شيء بيزعلوا بيتحسسوا. فكرة إنك تتحسس أنت من شيء غير إنك أنت حساس. يعني رح أقولكم على شغلة، أنا ممكن حدا يقعد معي، أي حدا ممكن يقعد معي، أنا رح أعرف أحكي معه وأخذ وأعطي معه. أما الناس اللي بتنقمص واللي بتتحسس من أي شيء، حرفيا صعب أصلا أي حدا يقعد معهم، لأنه بيحاسبوك على الكلمة وممكن يزعلوا منك من أي شيء. ففي فرق، لأنه إجت ببالي هاي الشغلة هلأ. فلا، في فرق بين الناس اللي بتتحسس وبتزعل على أي شيء، وفي فرق بين الناس الحساسة اللي عن جد قلبهم طيب. ومن الصفات اللي عن جد بحبها بالناس الحساسين، وهي عندي أنا كتير، إنه بنتبه لأدق التفاصيل وبنبسط بأدق التفاصيل. يعني ممكن ريحة شي معين نلاحظه، ممكن تغيير شي بسيط بشخص معين تلاحظه، ممكن يعني هيك تعرفوا التفاصيل الدقيقة، التفاصيل الحلوة هاي أنا كتير بنتبه لها. وأظن أغلب لأنه إحنا الناس الحساسة عندهم كتير بينتبهوا للمؤثرات الخارجية والداخلية. مثل ما عم قلتلكم، هذا الشي منيح ومو منيح، لأنه أوقات ممكن يكون في جو سلبي نتأثر. فمثل ما عم قلتلكم، وقتها ممكن يكون في جو سلبي فإحنا بنتأثر بهذا الجو، أو إذا جو إيجابي كمان بنتأثر فيه. فلذلك مثل ما عم قلتلكم، في إيجابيات وفي سلبيات، بس لازم نحاول نتعلم ونتقبل نفسنا مثل ما هي، صح؟ وأي نعم، نحن الأشخاص الحساسين كتير قلت هالجملة بعرف، عنا قلق وتوتر، كتير بنعاني من القلق والتوتر. بس رح أقولكم عن شغلة، الفيديو الجاي اللي رح ينزل بعد هذا رح أحكي لكم فيه عن شغلة معينة رح تساعدنا إحنا، يعني رح تساعد كل العالم، وأظن كل الناس لازم تعمل هذا الشيء. ما بدي أقول شو هو مشان ما أحرق عليكم الفيديو، ولكن أنا شخصيا بستخدمه لحتى اتخلص أو خفف من سلبيات هاي الصفة أو هذا الشيء اللي فيني، الحساسية كتير بتفرق معي.
فانتظروا الفيديو الجاي. اوكي، معلش انا ما قدرت بصراحه ما اطلع لكم هلا وانا عم صور الحديث اللي انقال عن الرسول عليه الصلاه والسلام عن الناس اللي قلبها طيب وحساسين وهيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنه إناس أفئدتهم كأفئدة الطير، من شدة رقتها وطيبتها تبكي من أقل شيء وتضحك على أقل شيء، تسامح من أقل شيء. وقال عليه السلام: حرم النار على كل من هين لين سهل قريب من الناس. فيعني بشارة بتجنن بصراحة. كتير كتير بنبسط لما بقرأ هذا الحديث. كمان إحنا ناس كتير حنونين، عنا حنية أكيد طبعا، إنه قلبنا طيب، قريبين من الناس، فأكيد عنا حنية. طيب بصراحة أنا عن جد مترددة أصلا هلأ وأنا عم صور إني ننزل هذا الفيديو، لأني حاسة إنه مو كتير مترتب، بس حاسة إني حكيت فيه هيك كأني عم بحكي مع حدا كتير قريب مني. حسيت إني عم بحكي فيه بعفوية كتير، ما بعرف أصلا، مو مرتبة شي بالكلام، فلذلك رح نزله، لأنه ما بدي يعني أعوض هذا الشيء أضيعه. فلذلك بدي نزله، لأنه أقرب الشيء للناس هي العفوية، والواحد يكون على طبيعته. في شغلة أخيرة حابة أقولها أنا يعني، إنه أنا بحس إنه الشخص الحساس بده حياة هادية، حياة ما فيها عنف، ما فيها صراع، ما فيها خناق وصراخ، حياة ما فيها زحمة. انتبهوا، يعني طلعات ما فيها زحمة. بنحب الهدوء. أنا عن جد كتير شخص بحب الطبيعة، كتير 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 بحب الطبيعة، بحب الهدوء، بحب إني أكون قاعدة لحالي، ما يكون في صوت أبدا، لأنه إحنا بسبب حساسيتنا العالية لأي زحمة، لأي شي عالي أو شي زحمة أو أي صراخ إحنا بنتأثر. فهذا الشي مو مفيد إلنا. أفيد شي إلنا إنه إحنا نكون قاعدين رواق، أفيد شي إلنا إنه نكون رايقين. فنحاول دايما يكون إلنا زاوية محيطة فينا أو إلنا مكان بخصنا نضل نقعد فيه. نحاول نقعد بالطبيعة كتير، نحاول هيك يعني هدوء. أنا أكتر شي بحبه بحياتي الهدوء بصراحة، وأنا أصلا شخص هادي كتير، يعني شخص حساس وهادي كتير، فهي كلها أظن إلى روابط ببعضها. بس بشوفكن بالفيديو الجاي إن شاء الله، مشان تستفادوا بالموضوع اللي بدي أحكي فيه. باي.